بنكمل أحداث القصة بتاعتنا وبنشوف لينج وهو واقف مع جو في الشارع، وبيكون جو بيتكلم عن مجموعة من الأشخاص معروفة باسم صائدين الوحوش الشيطانية، وبيكون جو متضايق منهم جدا، وبيقولوا إنهم بيتصرفوا بطريقة همجية وإنهم بيهددوا أمن مدينة سونجهاي، وإنهم بيكونوا مصدر إزعاج لسكان أي منطقة. وخلال ما جو بيتكلم فجأة واحد راكب دراجة نارية وسايق بسرعة عالية جدا بيعدي من جنبهم. بيصرخ جو في الشخص اللي سايق الدراجة النارية واللي بيكون من شكله باين إنه واحد من صائدين الوحوش الشيطاني، وبيقول جو بصوت عالي انه بيتمنى ان فريق النجوم السبعه. وخلال ما هو بيزعق كده لقى فجاه الدراجه الناريه بتلف ورجع ناحيته بسرعه. ولما شاف جو الدراجه الناريه جايه عليه حس بالقلق والخوف من ان يكون الشخص اللي سايق سمعه ورجع ينتقم منه. وطلب جو من لينج انهم يهربوا بسرعه، وبيروح يستخبى ورا لينج وهو ماسك في دراعه لانه كان واثق من ان الراكب هو واحد من صائدي الوحوش الشيطانيه. لكن فجاه لما الدراجه الناريه بتقرب منهم بتقف، بيلاقوا ان الشخص اللي سايق هو تشين، واللي بيكون انضم لمجموعه صائدين الوحوش الشيطانيه. بعد كده بنروح المدرسة وبنشوف الطلاب وهم بيتكلموا عن تشين اللي بقى واحد من صائدين الوحوش الشيطانية، وغير طريقة لبسه وشكله بقى كأنه بلطجي، وده طبعا عكس اللي تشين معروف بيه كطالب متفوق وقوي، وكمان هو رئيس فصل النخبة. بيكون تشين موجود في المدرسة باللبس بتاع البلطجية ده، ودي بتعتبر مخالفة. بعد كده بنشوف جو بيسأل تشين عن التغير الكبير اللي حصل له بعد ما انضم لصائدين الوحوش الشيطانية. قال له تشين انه لما انضم ليهم قدموا له اللبس وادوا له العصاية الحديد عشان يستخدمها كسلاح يحارب بيه الوحوش الشيطانيه. لما عرف جو الحكايه دي حاول يقنع صاحبه انه ما ينفعش ينضم لاي منظمه بره البلد لانه طالب في مدرسه القسم 60 العليا، وكمان هو رئيس فصل النخبه. بس تشين تجاهل كلام جو وعند معاه وفضل مصمم على رايه انه ليه الحق ينضم لاي منظمه ويحدد اسلوبه اللي يناسبه، وحذر جو انه ما يتدخلش في شؤونه. وفي وسط النقاش بينهم بيقاطع كلامهم لينج وبيقول لهم ان ميس بان كانت بتراقبهم من الاول، وبتنادي ميس بان على تشين وبتوبخ تشين على انتهاكه للقوانين بتاعت المدرسة، وبتنصحه ما يتورطش مع منظمات مش مرتبطة بالمدرسة. بس رغم كل ده بيكون تشين مصمم يثبت موقفه ويصبح صائد للوحوش الشيطانية. بنروح بعد كده لينج ومعاه جون وسون. بتقترح سون اللي بتكون باين عليها انها قلقانة على تشين بسبب تغيره الجذري بعد ما انضم لصائدين الوحوش الشيطانية، انهم لازم يعرفوا والد تشين عنه. بس جو رفض الفكرة دي عشان والد تشين شخص صعب وعنيد وممكن يوصل لحد قتل تشين لو اكتشف ان ابنه انتهك قواعد المدرسة وانضم لمجموعة من بره البلد وبقى صيد للوحوش الشيطانيه، لان ده معاكس لاهداف ابو تشين انه يخلي تشين فنان قتالي عظيم عشان يبقى خليفه لعيله تشين المحترمه اللي كل الناس بتحترمها. وعلى الرغم من انهم مش عارفين يعملوا ايه الا انهم شايفين انهم ما ينفعش يفضلوا ساكتين كده ولازم يتدخلوا. وهنا بيقول لينج ان عنده فكره لكشف الطبيعه الحقيقيه لصيادين الوحوش الشيطانيه وعشان يعرفوا تشين على حقيقتهم ويخلوه ينفصل عنهم. بس عشان ينفذوا الخطه دي لازم يبقى في شخص ما يستخدم كطعم. بنروح لليوم اللي بعد كده وبنشوف لينج وجو سون وهم رايحين ينفذوا خطتهم، واللي بتكون عباره عن ان سون هتعدي من قدام صيادين الوحوش الشيطانيه، وبيكون لينج وتشين بيصوروا الموقف على اساس انهم هيحاولوا يأذوها، ولكن ده مش بيحصل وخطتهم بتفشل. بعد كده بيمشوا وبيشوفوا صيادين الوحوش الشيطانيه جنب الطريق بيتابعوا واحده عجوز هي كانت عايزه تعدي الشارع، وبدل ما يساعدوها كانوا بيتابعوها زي ما يكونوا هيسرقوها. واول ما شافها لينج افتكر بيخططوا لسرقتها عشان العجوز كانت ماسكه شنطه ماركه غاليه، فده بيدل انها عندها فلوس كتير او حاجات قيمه في شنطتها. في نفس الوقت ده جه تشين فجاه ومشي للعجوز عشان يساعدها تعدي الشارع، ولما شافوه صيادين الوحوش الشيطانيه جريوا لتشين بسرعه عشان يحذروه ان العجوز هي وحش شيطاني، بس كانوا متاخرين لان الشيطان بان بشكله الحقيقي خلاص وهاجم تشين. ولما لينج وجو سون شافوا تشين في خطر جريوا بسرعه عشان يساعدوه، وبينجح سون وجو بتعاونهم مع صيادين الوحوش الشيطانيه انهم يقضوا على الوحش الشيطاني، وبيكتشفوا انهم مش ناس سيئه زي ما كانوا مفكرين جو سون، واعتذروا ليهم على سوء الظن بتاعهم. وواحد من صيادين الوحوش الشيطانيه اسمه جين قال انهم متفاهمين موقف جو سون ومش مهم بالنسبه ليهم لو الناس في مدينه سونجهاي شايفينهم بشكل سيء. ورغم انهم بيتم كرههم وبيتشكك فيهم من الناس في مدينه سونجهاي، جين حاول يوضح انهم هيقاتلوا بكل قوتهم عشان يحموا الناس من هجمات الوحوش الشيطانيه. وبيعرض جين وزميله على جو سون انهم ينضموا لصيادين الوحوش الشيطانيه مع تشين لما شافوا القوه الروحيه اللي عند جو سون وهم بيحاربوا الوحش الشيطاني، في حين ان جين بيهمش لينج عشان افتكروا شاب ضعيف ومستوى قوته السحريه قليل جدا. وبيقول جين ان لينج هيسبب لهم مشاكل بس وهيبقى عبء لو انضم لصيادين الوحوش الشيطانيه. معلش هنعذرك يا عم جين، انت ما تعرفش حاجه ولسه دورك جاي. بعد كده في نفس الليله تشين بيقابل لينج وقال له انه هيحاول يقنع جين انهم يقبلوا لينج في مجموعه صيادين الوحوش الشيطانيه. وبالرغم ان لينج قال انه مش عنده اي اهتمام انه ينضم ليهم، بس تشين مصمم على رايه انه هيقنع
جين انهم يقبلوه. وبيحكي تشين للينج ان ابوه كان زعلان منه وطرده لان تشين فشل في الامتحان وكمان بوظ سيفه. في وسط يأسه وهو ماشي في الشارع هاجم عليه وحش شيطاني ضخم. حاول تشين يواجه الوحش الشيطاني بس ما كانش عنده قدرة القوة الكافية لهزيمته، لحد ما الوحش الشيطاني قدر يحاصره. وفجأة وصل جين وصائدين الوحوش الشيطانية في الوقت المناسب وانقذوا تشين من الموقف الصعب ده. وبعد ما هزموا الوحش الشيطاني عرض جين على تشين انه ينضم ليهم في مجموعة صائدين الوحوش الشيطانية. ولان تشين ما عندوش هدف في حياته دلوقتي وتم طرده من ابوه، قبل تشين العرض. ولما كان تشين رايح لجين عشان يحاول يقنعه انه يقبل لينج في مجموعة صائدين الوحوش الشيطانية، اتفاجئ تشين لما لقى جين واقف مع الوحش الشيطاني اللي كان متنكر في هيئة الست العجوزة، وانه كان متفق مع الوحش الشيطاني انه يهجم على تشين. وجين وصائدين الوحوش الشيطانية كانوا بينوا يخلوا الوحوش الشيطانية تعمل فوضى في مدينة سونجهاي. ولما عرف تشين الحقيقة دي اتصدم جدا لانه ما كانش يتوقع ان جين وصائدين الوحوش الشيطانية بيخدعوه خدعوا اهل سونجهاي وعايزين يتظاهروا انهم حمال المدينة من الوحوش الشيطانية. وجين لما شاف تشين امر الوحوش الشيطانية انها تسكت تشين ويقتلوه. ولما حاول تشين يقاومهم باستخدام العصاية الحديد بتاعته، قالوا له الوحوش الشيطانية ان العصاية دي مش هتأثر عليهم وان جين كان بيضحك عليه. في الوقت ده سيطر على تشين فجأة شيطان الغضب وافقد وعيه. ولما جين شاف كده طلب من لينج يستسلم عشان تشين سيطر عليه شيطان الغضب ومش هيقدر ينقذ لينج. بس الشياطين ما كانوش بمستوى لينج اصلا ولا حتى مقربين من ربع مستواه، لان هو اللي دمر عالم الظلام الخاص بالشياطين اصلا لوحده، فكان قادر يهزمهم بسهولة. وبعد ما لينج هزمهم كلهم هاجم تشين لينج وهو فاقد وعيه وجسمه متسيطر عليه من شيطان. بس لينج قدر انه يتصدى للهجوم بتاع تشين وعلى طول ضغط على دماغ تشين وشال الشيطان اللي كان مسيطر على جسمه. بعد هزيمة جين وصيادين الوحوش الشيطانية قام لينج بالتمثيل انه اغمى عليه وانه مش عارف حاجة عن اللي حصل. ولما تشين استعاد وعيه وسأل عن اللي حصل، لينج عمل فيها من كوكب زحل وقال له انا بشكرك على انقاذي. واصلا تشين ماهوش هنا اساسا ولا فاهم حاجة. المهم بيعدي اليوم وبنشوف تاني يوم الصبح المعلم جويي ومعاه مساعد من فريق النجوم السبع موجودين قدام مقر صيادين الوحوش الشيطانية عشان يعملوا معاهم تحقيق. بس ما فيش حد بيفتح الباب، والمعلم جويي والشخص اللي معاه بيكسروا باب المقر وبيتصدموا لما شافوا العدد الكبير ده من الوحوش الشيطانية اللي متجمعين في المكان. واول ما بيشوفوا عددهم بيجري الشخص اللي مع المعلم جويي وبيقول له انا هجيب دعم من فريق النجوم السبع وجاي. في نفس الوقت ده لينج كان راكب دراجته ومعدي من قدام المقر عن طريق الصدفة. اندهش لما شاف المعلم جويي بيتعرض للضرب من الوحوش الشيطانية وبيقول لينج انا مش لسه طاحنكم في بعض امبارح. وبينزل لينج من دراجته وبيهاجم الوحوش الشيطانية وبينقذ المعلم جويي. وبعد كده كان راجع الشخص اللي كان مع المعلم جويي ومعاه فريق الدعم كله، واتفاجئوا ان الوحوش الشيطانية كلها مطحونين كلهم في بعض. وقال لهم جويي ان هو اللي هزم الوحوش الشيطانية لوحده. وبنشوف ان حد كان حاطط كاميرات مراقبة في المكان وسجل كل اللي حصل هناك. وبعد كام يوم بنشوف المعلم جويي وهو بيستعد يحضر مؤتمر صحفي عشان يناقش حادثة هجوم الوحوش الشيطانية على مدينة سونجهاي. ولما وقف المعلم جويي على المنصة عشان يقول خطاب ولقى لينج واصحابه من المدرسة جايين يحضروا عشان يبينوا تقديرهم لوجوده. وبيبدأ المعلم جويي يتكلم وبيحكي عن حادثة هجوم الضفدع الشيطاني العملاق قبل 10 سنين، وكان وقتها المعلم جويي لسه متدرب في فرقة النجوم السبعة. والضفدع الشيطاني العملاق ده كان واحد من أقوى ملوك الشياطين وكانوا ساعتها مستحيل يهزموه. بس المعلم جويي قاتل بكل شراسة عشان ينقذ الناس، ومن وقتها والناس بيعتبروه بطلهم. وبقى المعلم جويي هو البطل الأسطوري لمدينة سونجهاي. وفي وسط الإشادة والتصفيق من الناس اللي حاضرة فجأة ظهرت لقطات من كاميرا مراقبة على الشاشة وبتظهر المعلم جويي وهو بيتعرض للضرب من الوحوش الشيطانية. بعدها بشوية نزلت صعقة رعد وضربت الوحوش وظهر شاب صغير طبعا احنا عارفين انه لينج. وبسبب لقطات الكاميرا دي تم اعتبار المعلم جويي كذاب لانه قبل كده قال ان هو اللي هزم الوحوش الشيطانية. المقاطع انتشرت بسرعة على السوشيال ميديا والمعلم الأسطوري جويي بطل مدينة سونجهاي أصبح موضوع نقاش واسع، ومعظم الناس بقوا متضايقين منه بعد ما خاب ظنهم فيه، والكل بقى بيقول تعليقات سلبية عنه. بالرغم من كده حاول تشين وغوي يدافعوا عن المعلم جويي وبيقولوا ان المقاطع دي مزيفة وتم التلاعب فيها عشان تشوه صورته، بس طبعا مفيش عندهم دليل على كلامهم ده. وكمان قررت مدرسة القسم 60 السنوية اللي مرتبطة بالمعلم جويي انها تقطع علاقتها بيه، وطلبت من الناس انهم يوقفوا ربط المدرسة بافعال المعلم جويي. بنشوف بعد كده الشخص السبب في كل ده، الشخص اللي حط الكاميرا في المكان واللي بتكون يوشيكو، واللي عايزة تبعد المعلم جويي من مدينة سونجهاي عشان هيعطل خطتها انها تسيطر على المدينة. وبنشوف المعلم جويي وهو راجع لمقر فرقة النجوم السبع عشان يقابل رئيسه ويحاول يشرح له كل حاجة.
بس رئيسه كان خلاص واخد القرار وشايف ان المعلم جويي كذب على الكل، فقرر يطرده من فرقة النجوم السبعة وبيطلب منه يسلم سيفه وشرطه. لما جويي أدرك انه مش هيقدر يقنع رئيسه يغير قرار الطرد، قرر المعلم جويي يستسلم للأمر الواقع وياخد بعضه ويمشي ويسلم كل حاجته كعضو في فرقة النجوم السبعة. بعد كده قابل اصحابه في فريق النجوم السبعة واللي كان شكلهم قلقانين على الوضع الصعب اللي المعلم جويي فيه دلوقتي، ولكن جويي طلب منهم ما يقلقوش عليه وقال لهم يركزوا على حفظ الأمان وحماية أهل سونجهاي. وبيمشي المعلم جويي، ولما وصل لموقف العربيات مش بيلاقي المفاتيح بتاعته، بيكون نسيها في المكتب وبيرجع عشان ياخدها. ولما بيرجع المعلم جويي عشان يجيب المفاتيح بيتفاجئ لما بيلاقي زمايله بيحتفلوا بطرده من فرقة النجوم السبعة، وبيفهم ان المعلم جويي كان بيضغط عليهم في الشغل جدا وهو اصلا ما كانش واخد باله، وبيطلب منهم انهم يشتغلوا ساعات اضافية. بس دلوقتي بعد طرده خلاص بقى يقدروا يتمرقعوا براحتهم ويتمتعوا بوقتهم. ولما المعلم جويي بيشوف المنظر ده بيقرر انه ينسحب في هدوء ويمشي خلاص، بعد ما اتاكد تماما ان وجوده غير مرغوب فيه. وخلال ما هو ماشي في الشارع وهو زعلان طبعا، بيلاحظ المعلم جويي فجأة راجل لابس لبس تنكري كده وشكله غريب، وبيعرف المعلم جويي ان الراجل ده وحش شيطاني متنكر، وعلى طول بسرعة المعلم جويي بيجري وراه. ولما بيدخل شارع جانبي صغير كده بيكتشف المعلم جويي ان ده فخ وبيتم محاصرته من الوحوش الشيطانية. وطبعا المعلم جويي مش عارف يدافع عن نفسه لان السيف بتاعه سلمه لرئيسه. وفي الوقت ده ظهر لينج فجأة وبسهولة بيهزم الوحش الشيطاني، وكالعادة بيستخدم لينج التعويذة السحرية عشان يمحي ذاكرة المعلم جويي. وهنا بيدرك المعلم جويي ان لينج هو اللي بيتلاعب بذاكرته، وان هو اللي خلى المعلم جويي يظهر بصورة البطل المزيف ده. وساعتها بيكون المعلم جويي حزين جدا وحاسس باليأس. في الوقت ده بيقول له لينج ان هو الشخص الوحيد اللي يستحق يظهر بصورة البطل، لانه كان بيقدم كل ما عنده في سبيل حماية مدينة سونجهاي. وبيعرض لينج حبايتين على المعلم جويي، واحدة زرقاء وواحدة حمراء، وبيقول له لينج ان الحباية الزرقاء هتخلي الكل ينسى الحدث اللي حصل وانت كمان، وهترجع تاني بطل سونجهاي. اما الحباية الحمراء فهي هتعمل نفس الكلام بس طعمها بالفراولة. ده جاي يستظرف عم لينج. المهم ان المعلم جويي بيرفض ياخد الحبوب، وبيطلب من لينج انه يبقى المدرب بتاعه عشان المعلم جويي عايز يعلم من قوته عشان يبقى بطل فعلا بقوته الخاصة. وبنشوف بعد كده المعلم جويي وهو في المطار ومسافر لبره البلد، وبنلاقي انه يوشيكو كانت مخططة لان ده يحصل اصلا عشان هي بتخطط للسيطرة على مدينة سونجهاي ومش عايزة اي حد يوقفها. بنروح لليوم اللي بعد كده وبنشوف لينج وهو رايح يحضر حفلة مهرجان خاص بالعيلة بتاعت سونج، وبنشوف لينج وهو واقف مع جو قدام باب الحفلة، واسم لينج بيتنده وبيتقال لينج يتوجه لباب الزوار المهمين. وبيروح لينج يقابل سون وبترحب بيه وبتسأله لو عاوز يدخل معاها جوه وياكلوا سوا. بيقول لها لينج عندكم شعرية مقلية؟ يا عم الطفس في شعرية مقلية. وبيدخل لينج مع سون للسفرة وبيلاقوا جد لينج موجود، ولما بتشوفوا سون بتتخض وبتكون قلقانة، وجد سون بيكون بيبص لينج وهو مستقل بيه. المهم بيقعدوا الثلاثة على السفرة وبيبدأ جد سون يسأل لينج عن اسمه من عيلة ايه وابوك شغال ايه، وسون بتكون محرجة جدا. ولما بتحاول ترد مكان لينج جدها بيزعق لها، وبيكون جد سون متعصب ان سون صديقها واحد فقير وضعيف زي لينج، وبيقول للينج انه هينافسه في كذا اختبار، ولو لينج قدر يكسبه هيسمح للينج انه يكون صديق لسون لان دي تقاليد عيلة سون. وبياخد جد سون لينج وبتروح معاهم سون الاول اختبار، وبيكون عبارة عن كل واحد فيهم هيختبر قوة الضربة بتاعته، وده عن طريق انه هيضرب بالشاكوش على لعبة اختبار القوة. وبعد ما بيدخل جد سون الاول بيجي دور لينج، وطبعا بيكون جد سون والحراس بتوعه بيتريقوا عليه وشايفينه شخص ضعيف، لكنه بأقل مجهود لينج بيخلي الجهاز اصلا يفرقع من الضربة بتاعته. وبيكون الحراس وجد سون مش مصدقين عينيهم وبيقولوا ده اكيد عطل في الجهاز. وبياخد جد سون لينج الاختبار اللي بعد كده، وبيكون عبارة عن انهم هيضربوا بالاسهم بتاعتهم على هدف بعيد جدا واقف على جبل، وبيمسك جد سون القوس والسهم وبيقدر انه يصيب الهدف. بعد كده بيجي دور لينج، واللي لما بيضرب السهم بتاعه بيكون بقوة كبيرة جدا وسريع جدا، وبيلف حوالين الكرة الارضية كلها وبيرجع ينفجر في الجبل اللي موجود عليه الهدف. بعد كده بياخد جد سون لينج للاختبار الاخير واللي بيكون في مخزن الاسلحة الخاصة بعيلة سون، وبيمسك جد سون سلاح من الاسلحة عشان يحصل مواجهة بينه وبين لينج. ولينج اللامبالي اللي مش عايز اصلا يعمل حاجة اختار عصاية لونها احمر كانت محشورة في صخرة، وسحب لينج العصاية بسهولة من مكانها. ولما سون وجدها شافوا اللي لينج عمله اندهشوا جدا لان العصاية دي هي العصاية السحرية واللي بتكون كنز عيلة سون الثمين ووزنها اكتر من 5 طن. وجد سون واقف في حالة صدمة لان العصاية من المفروض ان الوحيد اللي يشيلها هو مؤسس عيلة سون، ومفيش حد بعده قدر انه يرفعها من
من مكانها طول آلاف السنين. أول ما لينج بياخد باله إنه عمل حوار بيرجع العصاية مكانها بسرعة، ولما بيحطها مكانها بيحصل هزة أرضية في المكان. المهم إن لينج اتقبل إنه يبقى واحد من ضمن عيلة سون. بعد كده بيكملوا سون ولينج تمشية في المهرجان، وبنشوف الكل وهم مندمجين في الاحتفالات. وبيجي وقت عرض الكنز الخاص بعيلة سون واللي هي العصاية السحرية، بس بتكون المفاجأة إنهم مش بيلاقوا العصاية السحرية. وطبعا جد سون أول حد بيشك فيه إنه سرقها هو لينج، لأن مفيش حد غيره في المكان أو كمان في المدينة كلها يقدر إنه يشيل العصاية من مكانها. بنروح فلاش باك مع يوشيكو، بنشوفها وهي صاحية من النوم، وبيكون أبوها بينادي عليها، وبيكون أبوها متجسد في غراب وجاي لها عشان يقول لها عن العصاية السحرية الخاصة بعيلة سون وعن الحفلة اللي هتحصل في الحديقة الخاصة لعيلة سون، وبيأمرها بإنها تسرق العصاية السحرية. وعلى الرغم من إنها ما كانتش عايزة تعمل حاجة وعايزة إنها تفضل نايمة في السرير طول الأجازة، بتكون لازم تطيع أوامر أبوها وبتقبل المهمة. بنشوف بقى يوشيكو بالليل وهي موجودة في الطابور مع الناس اللي عاوزة تدخل الحديقة الخاصة بعيلة سون واللي هيحصل فيها الحفلة، بس بتكون واحدة من الشروط إنك تكون عندك شريك. فيوشيكو اللي جاية لوحدها محتارة تعمل إيه، لحد ما شافت إن في ناس تانية كمان كانوا بيستنوا قدام البوابة، ومن ضمنهم كانت لين. يوشيكو بتقرب من لين وقالت لها تكون شريكتها عشان يقدروا يدخلوا، وفعلا بتقدر يوشيكو ولين إنهم يدخلوا للحديقة. وبنشوف يوشيكو ولين بيتطوعوا وبيشتغلوا مع الناس اللي شغالين في الحفلة. وطبعا يوشيكو بتكون بتعمل كده عشان تقدر توصل لمكان العصاية السحرية، وبتقدر فعلا إنها توصل لمخزن الأسلحة. وبنشوفها وهي دخلت المخزن بعد ما خرج منه جد سون ولينج وسون لما كانوا بيعملوا الاختبار الأخير. بنرجع بعد كده في الوقت الحاضر مع لينج اللي بيكون موجود مع جد سون وسون في مخزن الأسلحة، وبنشوف فريق النجوم السبعة موجود في المكان بيحاول إنه يلاقي أدلة. وبيكون جد سون بيتوسل للينج عشان يرجع العصاية السحرية بتاعت عيلتهم عشان لسه مصدق إن لينج هو اللي سرقها. وبيظهر السيد رعد فجأة وهو كان موجود في الحفلة وبيدافع عن لينج لأنه شايف لينج كان موجود طول الحفلة مع سون، وطبعا مستحيل يقدر يعني يسرق العصاية السحرية. وسون كمان دعمت كلام السيد رعد عن لينج، وبتكون سون فاهمة إن جدها بيتهم لينج عشان لينج هو الوحيد اللي قدر يرفع العصا السحرية. وبعد كده لينج اقترح إنهم يبصوا على تسجيلات كاميرات المراقبة أصلا، يعني الخيلة دي وطلع في كاميرات مراقبة. بنروح للتسجيلات وبنشوف لينج وسون وجدها وهم دخلوا الغرفة وبعدها خرجوا. وبعدها بنشوف لين معدية في الممر قدام المخزن، وبعدها بنشوف يوشيكو بتتسلل لمخزن الأسلحة وبتدمر كاميرات المراقبة عشان ما حدش يشوفها تعمل ايه. بنروح لجزيرة تايانج وبنشوف يوشيكو بتستعد لعمل طقس سحري قدام الفتحة بتاعت البركان. وفي الوقت اللي يوشيكو بتكون بتقول التعويذات جالها مكالمة من سون، بس يوشيكو بتطنشها وبتكمل في التعويذة اللي بتعملها. بعدين موبايلها رن تاني وبترد تلاقيها سون كانت بتكلمها وبتطلب منها ترجع العصاية السحرية الخاصة بعيلتها، بس يوشيكو مش بترد ورمت التليفون في البركان. وبنروح لسون وبيكون معاها تشين وجو لينج وبيكونوا موجودين قدام باب بيت يوشيكو. سون بتكون متضايقة جدا ان يوشيكو مطنشاها. قال لها جون انه عنده فكرة يخلي يوشيكو تخرج من بيتها. وخلال ما يوشيكو بتقول التعويذات بتاعتها قدام فتحة البركان بتسمع صوت دوشة بره وحد عامل خيلة قدام البيت، وبيكونوا جو وتشين اللي عملوا موسيقى بصوت عالي جدا وعمالين يغنوا هما الاتنين. قررت يوشيكو تخرج وتقابلهم عشان تخليهم يمشوا، ولما بتخرج وبتشوفها سون بتقول لها سون انها لازم ترجع العصاية السحرية لعيلتها اللي هي سرقتها من بيت العيلة. ويوشيكو بتنفي التهمة عنها واصرت انها ما سرقتش حاجة، وبتقول لسون واللي معاها انهم يمشوا من المكان وانها تبلغ عنهم الشرطة. بس سون مصرة ان يوشيكو اللي سرقت العصاية السحرية عشان تسجيلات كاميرات المراقبة، لكن يوشيكو مصممة برضو انها تقول انها ما سرقتش حاجة. وامرت جماعتها اللي هم صيادين الوحوش الشيطانية انهم يخلصوا على سون واصحابها. ووقت ما سون واصحابها متحوطين بصيادين الوحوش الشيطانية بيلاحظوا ان لينج مش موجود. وبنروح ليوشيكو اللي بتكون طالعة على السلالم اللي بتوديها للبركان، وبتلاقي لينج واقف قدامها وبيطلب منها انها ترجع العصاية السحرية الخاصة بعيلة سونج. بتتجاهل يوشيكو وبتستدعي وحش شيطاني يهجم عليه وبتكمل طلوع على السلم، وبرضه بتلاقي لينج واقف قدامها. وفضل الموضوع يتكرر لحد ما لينج دمر الشيء اللي بتستخدمه يوشيكو عشان تستدعي الوحوش الشيطانية. ونتيجة لده تم امتصاص يوشيكو ولينج لداخل المكان اللي بيتم حبس فيه الوحوش الشيطانية، وبيلاقوا نفسهم في مكان مظلم جدا ومليان بالوحوش. والمعلم جوي فجأة ظهر قدامهم وبدأ في مقاتلة الوحوش الشيطانية وهزمهم كلهم. وبيكون لينج ويوشيكو متفاجئين لما شافوا المعلم جوي في المكان ده، وكمان قدر انه يهزم الوحوش الشيطانية بقوته الخاصة. وبنعرف ان المعلم جوي كان في واحد من تدريبات لينج وسافر لجزيرة تايانج عشان يحقق عن صيادين الوحوش الشيطانية، عشان لينج كان عنده شك ان صيادين الوحوش الشيطانية دول ممكن يكونوا مرتبطين بظهور الوحوش الشيطانية في عالم البشر. ولما وصل لجزيرة تايانج المعلم جوي تم ابلاغه ان عيلة يوشيكو اللي هي اسمها كيوما خطف
خطفت الشياطين اللي جايين عالم البشر وحبستهم جوه بركان ورا بيت عيلة كيوميا. وقرر المعلم جوي انه يروح لبيت عيلة كيوميا، وخلال ما هو بيتجسس عليهم تم رؤيته في المكان من يوشيكو، واول ما شافته راحت حبسته مع الوحوش الشيطانية اللي مخدومين في البركان. واكتشف المعلم جوي ان الوحوش الشيطانية اللي حبستها في المكان ده كانوا بيقاتلوا بعض عشان يتبقى منهم الوحوش الشيطانية الأقوى، وده كان هدف عيلة كيوميا اللي عاوزة تخلي الوحوش الشيطانية الأقوى تحكم العالم. وكمان يوشيكو أكدت إن الوحوش الشيطانية اللي ظهروا في مدينة سونجهاي جايين من المكان ده وتم استدعائهم من خلال تعويذة سحرية. وبعد كده صيادين الوحوش الشيطانية هيظهروا إنهم بيهزموا الوحوش دي عشان يكسبوا ثقة أهل سونجهاي. بس يوشيكو وعيلتها كيوميا بيكونوا عارفين إن الختم الحاجز اللي استخدموه عشان يمنعوا الوحوش الشيطانية إنهم يهربوا بقى ضعيف، واعترفت إنها كانت عاوزة تسرق العصاية الساحرة بتاعت عيلة سون عشان يتم استخدامها كختم، بس طبعا ما قدرتش إنها تسحبها فقررت تسيبها وتمشي. وخلال ما هم بيتكلموا بتكون الوحوش الشيطانية اللي موجودة في المكان بتستعد للهجوم عليهم، ولينج والمعلم جوي بيستدعوا هم كمان لقتالهم، ويوشيكو بتعرفهم إنهم لو كسروا الختم الجزيرة كلها هتتدمر لأن البركان هيثور. ووقت ما هم بيدوروا على طريقة يخرجوا بيها من المكان ده فجأة الختم بتاع الحاجز في المكان تم تدميره عن طريق العصاية الساحرة بتاعت عيلة سون. ولما الحاجز اتدمر الوحوش الشيطانية قدروا يهربوا من المكان، وفي نفس الوقت حصل ثوران بركاني ضخم. لينج والمعلم جوي ويوشيكو كانوا متفاجئين وبيتساءلوا مين اللي دمر الختم، وفجأة لقوا ان المتحكم الرئيسي لكل ده هو فروجي. بنرجع بالزمن للماضي وبنشوف فروجي بعد ما بيكتشف انه مش صديق للبشر وانهم بيتعاملوا معاه كمصلحة مش اكتر. حتى لينج واصحابه نسيوا عيد ميلاده ومحدش كان مهتم بيه خالص. وخلال ما فروجي بيكون يائس وماشي وحيد في الشارع بيقابل وحش شيطاني وبياخدوا المخبأ الوحوش الشيطانية اللي قدروا انهم يهربوا من البشر. وبنشوف فروجي وهو مجمعهم وبيقرر انهم يتحدوا كلهم ويواجهوا البشر. ولما بيعرف فروجي عن الختم اللي عاملاه عيلة كيوميا في فتحة البركان بيقرر انه يسرق العصاية السحرية الخاصة بعيلة سون اللي بتعتبر اقوى سلاح بشري. وفعلا بيقدر فروجي انه يتنكر في شكل لين وبيخش للحفلة، وبيقدر انه يتسلل لمخزن الاسلحة ورا يوشيكو. وبعد ما يوشيكو بتمشي بياخد فروجي العصاية السحرية، وطبعا بيقدر فروجي يشيلها عادل انه هو الضفدع العملاق الشيطاني بس مختوم في هيئة كلب. وبنرجع للوقت الحاضر وبنشوف فروجي وهو دمر الختم بتاع الحاجز والبركان بيثور على الجزيرة والوحوش الشيطانية كلها بتخرج وبتهرب من الحاجز. بس فروجي بيتفاجئ اول لما بيشوف لينج في المكان. هو فروجي هو ملك الوحوش الشيطانية اقوى واحد فيهم، بس هو عارف مين هو لينج وعارف قوته الحقيقية، وبيأمر فروجي الوحوش الشيطانية بالانسحاب. في الوقت ده عارف لينج ان فروجي هو اللي سرق العصاية السحرية، وبنشوف فروجي بيتقدم للينج وبيقول له انا عارف ان القتال قدامك ده اكنه انتحار بالظبط، فخلينا نحل الموضوع بطريقة تانية، انا هتحداك في الاسئلة. وبيكون فروجي هيسأل لينج 3 اسئلة، ولو لينج جاوب عليهم كلهم صح ففروجي والوحوش الشيطانية اللي معاه هيستسلموا لينج. بس لو فشل لينج في الاجابة على الاسئلة فهيسمح لفروجي والوحوش الشيطانية انهم يعيشوا في عالم البشر بما ان لينج دمر عالمهم. وبيكون فروجي مفكر انه هيقدر يكسب لينج، لكن بيتفاجئ فروجي ان لينج متفوق في الدراسة وانه كان بيقصد يجيب درجات مش عالية جدا عشان محدش ياخد باله من عبقريته. حتى لما بيسأله سؤال خاص بالفضاء وعلم الفلك بدل ما لينج يجاوب شفويا بيستخدم قوته عشان يحرك الكواكب وبيشرح الإجابة عملي لفروجي. وبيكون فروجي مش عارف يسأله عن ايه ومحتار لحد ما بيسأله عن تاريخ ميلاده وبيفكر لينج شوية، وقبل ما يتكلم بيتضايق فروجي جدا لأن لينج مش عارف، وبيتحول لشكله الأصلي الضفدع الشيطاني الضخم وبيهجم على لينج. بس طبعا زي ما احنا عارفين وزي ما فروجي أصلا هو كمان عارف قوة لينج كبيرة جدا، ومهما حاول معاه فروجي بيقدر لينج انه يهزمه لحد ما بيستسلم فروجي لينج. وبنشوف بعد كده لينج وهو صنع مكان خاص بالوحوش الشيطانية وبيخلي كل الوحوش الشيطانية تسيب عالم البشر، بس فروجي بيطلب انه يفضل عايش معاهم. وبعد كده بتظهر سون وبتقرب من لينج اللي بيكون معاه العصاية السحرية الخاصة بعيلة سونج. وبكده نكون وصلنا لنهاية الانمي الجميل بتاعنا، واستنونا في انمي جديد، وشكرا على حسن المتابعة.